السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سويت بروست كنتاكي بالضبط، نفس القرمشة ونفس التتبيلة ونفس كل شيء. ويلا نشوف الطريقة. أول شيء هنا عندي دجاج مقطع، نزلته بصينية. طبعا قطعته يعني مثل ما تشوفون زي كذا القطع. ونشوف التتبيلة عبارة عن صويا صوص، طبعا تقريبا ملعقتين. وكمان عندي هنا ملعقتين من الكاتشب، وكمان عندي هنا بهارات سبايسي اللي هو كاري الحار، وملعقة زنجبيل بودرة. ولا تنسون الملح، وقلبوا مع بعض. أهم شيء عندكم توزنون الملح. وكذا صارت تتبيلة جاهزة. أنزلها على الدجاج. شوفوا ما شاء الله ريحة تتبيلة خطيرة. طبعا هنا أحاول إنه يعني أتبلها مظبوط من جميع الاتجاهات، وبعدها يكون الدجاج كذا جاهز. أخليه يتبل أقل شيء ساعتين بالثلاجة أو برا عادي، مو مشكلة. عندي هنا الخليط عبارة عن 1.5 كاسة من دقيق، ونص كاسة من نشا الذرة، وكمان عندي هنا ملعقة من البابريكا، وكمان عندي هنا ملعقة من الكركم اللي هي تقريبا نص ملعقة، وكمان عندي هنا ثوم بودرة تقريبا ملعقة، وعندي هنا كاري حار لأني بزود الحرارة شوي، بسويه دجاج حار. وكمان عندي هنا لازم توزنون الملح، وتكون كذا الخلطة جاهزة. لازم تأكدون انها تمتزجت مع بعض. اخذ قطع الدجاج احطها اول شيء بالخليط حق الدقيق، ولازم تتأكدون انها يعني تمكست مع بعض. احطها بالموية وارجعها بالدقيق وتكون كذا جاهزة. اخذت هنا قطع دجاج حطيتها بالدقيق والموية، وارجعها كمان بالدقيق حتى اخلص القطع وتكون كذا القطع جاهزة. طبعا عندي هنا طاوة نزلت عليها الزيت، واخليها حتى تسخن وعلى حرارة متوسطة، طبعا مو مرة حارة. انزل قطع البروست وانقص عليها واحسب لها 15 دقيقة على كل وجه، لازم تنقصون عليها. شوفوا كيف ما شاء الله. طبعا اول شيء كل وجه لمدة ربع ساعة تتركونه. طبعا لازم يكون الحرارة يعني تنقصون الحرارة وتخلونه على نار هادية يتسبك، لأنكم إذا رفعتوا عليه راح يحترق وما ينجح من جوا. غطوا عليه وخلوه لمدة ربع ساعة. شوفوا كيف شيكولي على القرمشة. مرة 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 أنصحكم تجربونها. وكذا صار بروست كنتاكي جاهز. ما شاء الله ما شاء الله، قرمشة ولذاذة وبالعافية علينا وعليكم.